بعدما حقق نادي برشلونة المكسب في مباراة الجولة الماضية أمام نادي ختافي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الأسباني، أصبح نادي برشلونة محافظا على صدارة ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من أصل 7 مباريات، بتحقيق العلامة الكاملة من الانتصارات بقيادة مدربه هانز فيليك. وأصبح هانز فيليك ثالث مدرب لبرشلونة يحقق الفوز بأول 7 مباريات متتالية له في الدوري الأسباني بعد جيراردو مارتينو في عام 2013 الذي فاز ب8 مباريات على التوالي، وإرنستو فالفيردي في عام 2017 الذي فاز بمبارياته السبعة الأولى. برشلونة لديه مباراة قادمة أمام نادي أوساسونا ضمن منافسات الجولة الثامنة. أوساسونا بيقع في ترتيب المركز السابع برصيد 11 نقطة من 7 مباريات، وفي مباراة الجولة الماضية تعادل نادي أوساسونا سلبيا أمام نادي فالنسيا، وسوف يستضيف نادي أوساسونا مباراة الجولة القادمة أمام نادي برشلونة على استاد الصدار في يوم السبت المقبل الموافق 28 من الشهر الجاري، على أن تنطلق أحداث المباراة عبر شاشة بي إن سبورت في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 9 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، 10 مساء بتوقيت مصر، السعودية، العراق، الأردن، سوريا، قطر، لبنان، 11 مساء بتوقيت سلطنة عمان والإمارات. بكده يبقى اتعرفنا مع بعض على كل تفاصيل هذه المباراة. أتوقع مكسب نادي برشلونة في مباراة الجولة القادمة. لو حضراتكم أيضا من متوقعي نتائج المباريات يا ريت طبعا تشاركونا توقعاتكم عن نتيجة هذه المباراة في التعليقات. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.